السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عشان الحوت، هاد الحوت ديال البوري ديال هنا، ماشي ديال الواد، هذا ديال الصنارة ديال اليوم، باقي جديد. صافي هو من بعد ما غسلته خديت خيزو، قطعت جوج ديال الخيزوات في الطاجين، غنزيد عليهم كاس ديال الماء وغندير خيزو حتى يطيب، عاد غنزيد عليه الحوت حيت كنعرفوا الحوت كيطيب دغيا. درت شويه ديال الملحه صافي وغنديرو يطيب. دابا غندوزو للعطريه ديالنا. عندي هنا معلقه ديال التحميره، الملحه، نص معلقه ديال اليازير، معلقه ديال القزبور يابس، نص معلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال التحميره. صافي غنزيد شويه ديال الماء باش غنخلط هذيك العطريه. صافي دابا غنكب ديك العطريه على داك الحوت وغنحركو وغادي نخليه حتى كيشرب لينا ديك العطريه باش ما تعطل، باش ما كيجي بنين. صافي غنزيد شويه ديال القزبور ومعدنوس. صافي وغادي نخليه، غنغطيه ونخليه. دابا غندوزو باش نوجدو الحريره. اليوم غندير الحريره بالطريقه ديالي. عندي هنايا زلافه فيها القزبور والمعدنوس والكرافس، وعندي هنايا الحمص مقشر، نص زلافه ديال الحمص مقشر. عندي نص زلافه ديال العدس كنفزكو باش ما كيتحلش، كتبقى لينا كل حبه بوحدها. عندي هنا بصله محكوكه، وعندي راس معلقه ديال الابزار، ما نكثروش الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال القزبور يابس، نص معلقه ديال الخرقوم. صافي والملح حسب الذوق. انا درت 2 معالق صغار ديال الملحه. انا درت هنايا البلبوله، نص زلافه ديال البلبوله الغليظه، كتجي بنينه بزاف الحريره. وعندي هنا شويه ديال الفول، وعندي السمن، ما غنديرش الزيت نهائيا، نديرو غير شويه ديال السمن. صافي دابا غنمرقها بالماء طايب، طيبت الماء وغادي نمرقها، وصافي غادي نشعل عليها حتى كطيب. صافي هنايا انا خديت الدقيق ديالي باش غندور الحريره. انا في العاده راه كندورها بالدقيق ديال الشعير، ولكن ما عنديش الدقيق ديال الشعير، داكشي علاش درت الفورس. بالدقيق ديال الشعير كتجي زوينه بنينه بزاف وكتجي خفيفه. صافي دابا غادي نزيد هاد الدقيق. ها الحريره ديالي ها هي من بعد ما طابت. صافي دابا غندورها. هادي مطيشه ديال مطيشه سوغيز، انا كنطيبها ونطحنها حيت ما كنديرش مطيشه ديال الحك. عندي هنا شويه ديال الشعريه، غير كميشه ديال الشعريه، اللي بغى يدير الروز يديرو. صافي دابا غندورها بالدقيق، عاد غنخلي مطيشه هي الاخرى باش كيبقى لينا داك اللون ديالها باين في الحريره. صافي غنزيد دابا المطيشه، صافي حتى كنشوفوا اللون اللي بغينا. صافي دابا غنخليها طيب وغندوزو لداك الحوت ديالنا باش نكملو. ها هو من بعد ما شرب ديك الشرموله ديالو، خديت واحد المطيشه كبيره قطعتها مربعات، زدت عليها هنا نص كاس صغير ديال الزيت، ما بين الزيت بلديه والزيت الروميه. غنزيد دوك الطريفات ديال الحوت وغنديرها فوق البوطه حتى يتشرمل لينا، يتقلى شويه. صافي ها هو من بعد ما تشحر. هاد الطريقه هادي كانت كديرها الوالده ديالي الله يرحمها. خيزو ديالنا ها هو راه طاب ونشف من داك الماء. صافي دابا غنستف هاد الحوت بهاد الطريقه، كيجي الحوت بنين بزاف بهاد الطريقه هادي. صافي دابا غناخد هاد الشرموله وغنزيد عليها ديك العطريه اللي شاط ليا من الحوت. وعندي هنا ديك مطيشه الحمراء، سمحوا لي، ديك الفلفله الحمراء اللي كنت صوبت معكم، داك لاصوص ديال الفلفله كيجي بنين بزاف. صافي دابا غنكب داك الخليط كله فوق الحوت. صافي وغنشعلو على الطاجين ديالنا يبدا يطيب، وما غنديرش الماء، كنعرفوا باللي مطيشه وهذا والحوت كيطلق الماء. صافي ها هو الطاجين ديالنا كيطبخ، راه شفتوه بدا كيطلق الماء.
انا من بعد غادي نحيد داك الماء غنديرو في الكاسرونه، حيت الحوت ما غنخليوهش تيقساح، غير كيطيب شويه كنطفيو عليه وغنخلي داك الماء حتى يختار في الكاسرونه. انا زدت الزيتون شويه د الحامض ومطيشه سوغيز وهاد الفلفله حاره. صافي ها هو الطاجين ديالنا، ها هو راه طاب. انا كما قلت لكم خديت داك المرقه نقصتها في الكاسرونه وخليتها حتى اختارت، عاد غنزيدها للطاجين في الاخر باش ما كيبقاش داك الحوت يطبخ لينا ويقصاح. صافي وهذه الطبله ديال الفطور ديالنا ديال اليوم، هذه هي الحريره. ها هي كتجي هكا، ما كتجيش حمرا بزاف ولكن راها كتجي طبيعيه، يعني ما فيهاش مطيشه ديال الحك. وهادو البريوات اللي كنت قدمت معاكم ها هما طيبتهم انا غير في الفران. وإلا عجبكم هاد الفطور ديالنا بارطاجيو وديروا ليا لايك، والسلام عليكم.